يبقى كنا بنقول شهدت مصر منذ عام 2014 تطورا ملحوظا في الطرق ووسائل المواصلات. لو قال لي دلل هقول له النقطتين دول. لو قال لي دلل هقول له النقطتين دول اللي هما: رقم واحد، توسعة شبكات الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق الجديدة. إيه تاني؟ إنشاء المحاور زي محور مين؟ رود الفرج. خلاص، ده لو قال لي دلل. طب لو قال لي بما تفسر تم إنشاء الاتنين دول، إنشاء شبكات الطرق والمحاور، ليه اتعملوا؟ لتخفيف الازدحام المروري عشان ما يبقاش عندي زحمة في المرور. تمام؟ طيب. طيب هو دلوقتي أنا كان عندي وسائل مواصلات ودخل لي وسائل مواصلات تانية جديدة ومتطورة. تمام؟ عشان ايه؟ تنقل ملايين المصريين يوميا. طيب ما احنا عندنا وسائل مواصلات بتنقل ملايين مصريين يوميا. ماشي، دي كمان بتنقل مصريين كتير جدا. علشان ايه؟ عشان تخفف برضو الازدحام المروري. ماشي. والوسائل دي وسائل المواصلات الحديثة دي المتطورة بتجمع بين السرعة والكفاءة والأمان وعدم الإضرار بالبيئة. يعني إيه؟ الوسائل دي سريعة، تتميز بالسرعة والكفاءة. ماشي. والأمان يعني إن إحنا تبقى هي فيها أمان، ما إن أنت ما تخافش وأنت راكبها. ماشي. والوسائل دي كمان في منها كتير شغال بالكهرباء. خلاص. طب بتعمل ايه اللي شغالة بالكهرباء دي؟ ما بتلوثش البيئة. تمام، لان اللي بتشتغل بالبنزين يلوث البيئة. شايفين وكمان العوادم اللي بتبقى خارجة من العربيات والحاجات دي كلها؟ سامعيني؟ اه. العوادم دي بتلوث البيئة. لكن ايوه يا مس. وسائل المواصلات الحديثة المتطورة اللي بتستخدم بالكهرباء أو بتشتغل بالكهرباء، دي ما بتلوثش البيئة. تمام. عشان كده قال لي تجمع بين بس يا السرعة مس والكفاءة والأمان ممكن وعدم. توصل ممكن الكهرباء. نعم، مين اللي بيتكلم؟ وممكن كمان يا مس، القطار اللي هو القطار اللي بيشتغل بالكهرباء ممكن اوقات ما يتحركش لان الكهرباء بتقطع. لا، هم أكيد عاملين حسابهم يعني. بطاريات مش كهرباء بتقطع. شغل ببطارية أو حاجة. ماشي. يبقى بتجمع بين إيه؟ السرعة والكفاءة والأمان وعدم الإضرار بالبيئة، يعني بتلوثش البيئة. طيب زي إيه؟ قال لي مترو الأنفاق. طيب عندي مترو أنفاق بيربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. طيب أنا بسمي الثلاث محافظات دول القاهرة الكبرى. بسمي الثلاث محافظات دول إيه؟ القاهرة الكبرى، لأن هم جنب بعض، القاهرة والجيزة والقليوبية. القاهرة. تمام. يبقى عندي القاهرة والجيزة والقليوبية يسموا بإيه؟ بالقاهرة الكبرى. لو جالي سؤال أكمل، قال لي مترو الأنفاق يربط بين محافظات القاهرة الكبرى مثل القاهرة ونقط ونقط، أقول له الجيزة والقليوبية. تمام. أو هيجيب لي أي واحدة منهم أقول له الاتنين التانيين. طيب عندي حاجة اسمها الأتوبيس الترددي. الأتوبيس ده نوع من أنواع الأتوبيسات اللي لسه معمولة حديثا. طبعا هم عاملين يجي حوالي 100 أتوبيس في القاهرة. اسمه أتوبيس ترددي، بيشتغل بالكهرباء برضه. بيشتغل بالكهرباء. تمام. دي من وسائل المواصلات الايه؟ الحديثة. طيب عندي قطار كهربائي. شايفين صورته عاملة ازاي؟ ده من وسائل المواصلات ايوه يا الحديثة. مس. القطار الكهربائي. خلاص، يبقى انا عندي ثلاث حاجات اللي هم لي في وسائل المواصلات الحديثة او المتطورة: مترو الانفاق اللي بيربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتسمى بالقاهرة الكبرى. ايه تاني؟ الاتوبيس الترددي اللي هو شغال برضو بالكهرباء. عندي قطار كهربائي زي اللي انتوا شايفينه في الصورة. تمام. دول تلات امثلة. لو قال لي دلل اقولهم:
لو قال لي بما تفسر إدخال وسائل مواصلات متطورة، ليه؟ عشان تنقل ملايين المصريين يوميا، يبقى بسبب ايه؟ او ليه تنقل ملايين المصريين يوميا؟ لان احنا قلنا الاجابة على سؤال بما تفسر يا اما بسبب او لان او ليه تنقل ملايين المصريين يوميا. تمام، على حسب السؤال. طيب هنا بيقول لي شوف الفرق بين القطارات قديما والقطارات الحديثة. طبعا الفرق واضح. دي القطارات القديمة دي بصوا عاملة ازاي، انما القطارات الحديثة عاملة زي الطيارة اصلا. صح؟ شايفين صح. القطر عامل زي وشه من قدام، عامل زي الطيارة. ده طبعا سريع جدا، اسرع وامان اكتر وكفاءة اكتر وبيلوش البيئة. وبيتقفل وبيتقفل بإحكام يا مس، والناس ما تقلقش امان، يعني. صح، امان. لكن القطارات القديمة ما فيهاش الكلام اللي احنا قلناه ده. خلاص. خلاص تمام. طيب نيجي نشوف حاجة تانية وهو هيكلمني عنها، اللي هي الدراجة. ممكن حد يقول لي يعني انت يا مس وسط القطارات والحاجات الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عليها دي، نيجي نتكلم على الدراجة اللي هي العجلة. قال لي العجلة دي على فكرة مفيدة جدا، أيوة. مفيدة جدا. ازاي؟ بيس مم. مثلا زي واحد وهو بيمشي بيه، بيتمرن بيها مثلا صح، انت تدريب. وانت راكب العجلة كأنك بتعمل تمارين بالظبط. وانت راكب العجلة وكمان يا مس ما كأنك بتلوثش بتلعب البيئة. رياضة، كأنك وكمان ما بتلوثش البيئة. بتلوش البيت. قال لي استخدام المصريين منذ زمن قريب الدراجات، يعني مش من فترة مش بعيدة استخدموا الدراجات. ليه؟ علشان يروحوا السوق أو العمل، يروحوا الشغل أو السوق. ولأنها إيه؟ وسيلة سهلة وممتعة. سهلة، ما مش صعبة. خلاص، وممتعة. ومع مرور الوقت قل استخدامها وازداد الاعتماد على السيارات. بمرور الوقت بنلاقي ايه؟ ما بقيناش نلاقي ناس كتير بيركبوه. طيب قال لي يجب علينا جميعا العودة لركوب الدراجات. لازم كلنا ان احنا نرجع نركب ايه؟ عجل. درجة. ليه عادي. بينصحني بكده؟ اول حاجة، معلش محدش يتكلم بعد اذنكم. رقم واحد قال لي علشان العجل ده هيحافظ على ايه؟ صحتنا ويقوي عضلاتنا. يبقى العجلة او الدراجة تحافظ على صحتك وتقوي عضلاتك، لان انا قلت لك لو انت راكب عجلة كأنك ايه؟ بتلعب رياضة. دي اول حاجة. تاني حاجة قال لي هتساعد في تقليل الازدحام المروري. بدل ما كله عربيات والدنيا زحمة، أنا لو ركبت العجلة دي بساعد في إيه؟ إن أنا أقلل الازدحام المروري ده. خلاص؟ طيب تالت حاجة إن هي ما بتسببش تلوث للبيئة، ما بتشتغلش بالبنزين، والبنزين ده هو اللي بيلوث البيئة. طيب العجلة ما فيش بنزين ولا أي حاجة، يبقى هي ما بتلوثش البيئة. رقم أربعة، اقتصادية وغير مكلفة. يعني ايه اقتصادية وغير مكلفة؟ انت مش لازم يبقى معاك فلوس كتير قوي عشان تشتري الدراجة. هي مش بفلوس كتير. خلاص، يبقى اقتصادية وغير مكلفة. دي كانت الدراجة. هيجي يتكلم لي على حاجة رابعة وهي تطور الأجهزة والأدوات في حياتنا. يبقى اتكلم لي على وسائل المواصلات، اتكلم على الدراجة، اتكلم على المدن قديما وحديثا، وخدنا نموذج كمان على المدن اللي تم تطويرها. تمام. دلوقتي بيكلمني على الأجهزة والأدوات في حياتنا. زي إيه؟ قال لي إن زمان أنا كنت بستخدم حاجات تقليدية وبسيطة خالص في البيت، لكن دلوقتي أنا بستخدم حاجات حديثة. طب زي إيه؟ مصباح الكيروسين ده كان زمان إحنا بنستخدمه زمان قوي، يعني أيام مثلا جدك وجدتك كده ما كانش فيه نور،
ما كانش فيه اللمبات دي، فكانوا بيستخدموا ايه؟ المصابيح الكيروسين اللي بتشتغل بالجاز دي. بصوا كده الحتة دي كده كانوا بيحطوا فيها جاز، واللمبة دي بتشتغل بشريط كده. ماشي، يبقى اسمها ايه؟ تمام. مصابيح الكيروسين. طيب طبعا دلوقتي ما بنستخدمهاش، بنستخدم مصابيح كهربائية زي الصورة اللي تحت. طيب زمان كانوا بيستخدموا ايه؟ غسالات وثلاجات قديمة. يعني الغسالة علشان الست تغسل مثلا غسيل، لازم تبقى واقفة وبتغسل معاه. إنما دلوقتي الغسالات الحديثة بنحط الملابس وخلاص، هي بتغسل وبتعمل كل حاجة وبتنشف وبتعمل كل حاجة. تمام، يبقى الحاجات دي بتخلي حياتنا ايه؟ أكتر راحة، صح ولا لأ؟ بدل ما أنا واقفة وبعمل ومش عارف ايه، لأ الحاجات الحديثة دي هي بتعمل كل حاجة لوحدها، فبتريحني أنا وبتسهل حياتي أنا. فاهمين؟ طيب زمان كان عندي وسيلة الاتصال كانت ايه؟ هواتف أرضية زي اللي قدامي دي كده، موجودة في البيت، ما ينفعش اخدها وانا خارج. فاهميني؟ اللي هو تليفون أرضي موجود في البيت، انا ما ينفعش اخده وانا خارج في اي مكان، لا هو موجود في البيت بس بسلك كده. تمام. لكن دلوقتي انا عندي هواتف محمولة. محمولة ليه؟ علشان انا باخدها في اي مكان، مسافر رايح هنا رايح هنا، رايح الدرس خارج، انا معايا التليفون الموبايل بتاعي. صح كده؟ طيب وكمان صح. الموبايل دلوقتي بقى مربوط بالساعة. الساعة اللي في ايدي تبقى ايه؟ مربوطة بالموبايل اللي معايا، اسمها ساعات ذكية كيس بس، متصلة وفي بالموبايل. ساعة. لا صوتكم بيقطع، فانا مش سامعة حاجة. مش لازم تتربط في التليفون. تمام، انا بقول في حاجات، يعني في دلوقتي ساعات مس ذكية بتتربط بالتليفون، بتلاقي لو جالك اشعار، جالك حاجة مش عارف ايه، تلاقيها في الساعة. في ساعات بترن دلوقتي عشان تعرفك ان تليفونك عليه مكالمة. الساعات دي موجودة دلوقتي منتشرة على فكرة. طيب لو قال لي سؤال هنا، قال لي اصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وقال لي دلل ايه الدليل؟ هنقوله ان احنا بنعتمد على الكهرباء في معظم انشطتنا اليومية. كل حاجة دلوقتي بالايه؟ بالكهرباء. بالكهرباء. وبنستخدم أجهزة حديثة زي اللي احنا قلناه. طيب بيقول لي كمان إن الأجهزة والتكنولوجيا دي اللي احنا قلنا عليها دي ساهمت في إيه؟ في تسهيل الحياة وتسريع إنجاز الأعمال. مثلا لو أنا دلوقتي، أنا معايا التليفون طبعا ماشي، دلوقتي هم خلوا على التليفون او الموبايل ده كل حاجة. دلوقتي لو انت مثلا عايز تدفع فواتير كهرباء، كهرباء غاز، ايا كان، بتدفعه وانت قاعد مكانك عن طريق الموبايل. يبقى هو كده سهل حياتك وانجز بعض الاعمال ولا لا؟ طبعا. اه، على طيب التليفون. انت عايز تطلع شهادة ميلاد، في ابلكيشن على الموبايل يطلع لك شهادة ميلاد اه. وانت قاعد في البيت. تمام، بدل ما انزل واركب مواصلات واروح واقف واخد دور واقف، لا الحاجات دي كلها وفرت وقت وجهد كمان. تمام، يبقى هي سهلت لي الحياة وسرعت ايه؟ انجاز الاعمال. رقم واحد تسهيل الحياة، اتنين تسريع انجاز الاعمال. يا مس افتحي لي المايك. حلوة والله، المايك مقفول تروحوا كاتبين لي على الشرح. هفتح المايكات كلها، اصبروا فاضل جزء بسيط في الشرح. لو قال لي إيه النتائج المترتبة على تطور المدن المصرية، احنا في تطوير في المدن على طول، ايه اللي هيحصل لما يبقى عندي تطور؟ قال لي التطور ده ليه نتائج متعددة. يعني بيحصل ايه؟ حاجات كتير للتطور ده. زي ايه؟ قال لي ان اي حاجة ليها آثار إيجابية وآثار سلبية. طيب ايه آثار سلبية؟ ممكن ما اكتبش آثار سلبية خالص واكتب تحديات. تحديات يعني ايه؟ آثار سلبية. لو جالي في السؤال ايه الآثار السلبية لتطور المدن، يبقى أنا عارف الإجابة. طب لو قال لي تحديات، التحديات المصاحبة للتطور، أبقى عارف برضو إن هي نفس الإجابة. انتوا سامعيني كويس؟ لا يا مس الشبكة. اه يا مس. سامعيني؟
يا رحاب ايوه. بطلي كتابة. بطلي اه. كتابة، انتوا مش صغيرين. وايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ حاسة انا بكلم اطفال. يبقى تطور المدن ده ليه اثار ايجابية عن حاجات كويسة، وليه آثار سلبية أو تحديات، يعني حاجات مش كويسة قوي، حاجات إيه؟ سلبية. طب نقول الأول الآثار الإيجابية، اللي هي تحسين مستوى حياة السكان، إن حياتهم تبقى إيه؟ أحسن. مستوى السكان يبقى أفضل. طيب تاني حاجة، إن هيوفر التطور ده هيوفر فرص عمل جديدة. ليه؟ زي ايه يعني؟ انا مثلا هطور في شبكات الكهرباء، هجيب ناس يشتغلوا او شباب تشتغل وتطور لي شبكات الكهرباء. طيب انا بطور وهعمل مدن جديدة في الصحراء. المدن دي هعمل فيها ايه؟ هبني بمنازل، هزرع شجر، هعمل حاجات كتير، هجيب شباب هم اللي يعملوا الحاجات دي. فده بيوفر لي فرص عمل جديدة. طيب آثار إيجابية يبقى تحسين مستوى حياة السكان. تاني حاجة توفر فرص عمل ايه؟ جديدة. التحديات او السلبيات، الشاطر اللي بيكتب هنا كده ورايا ويكتب سلبيات. رقم واحد، ان الحاجات دي لما تحصل او تطور المدن بيحصل، طبعا تكلفة المعيشة هتزيد عليا. زي ايه؟ احنا زمان مثلا كنا بنستخدم غسالات ايه؟ بسيطة. ماشي. دلوقتي انا عايزة اجيب غسالة حديثة. هتدفع فلوس ولا لأ؟ انت لازم تدفع فلوس عشان تشتري الغسالة الحديثة. يبقى هتدفع فلوس، يبقى دي اه. تكلفة. دي تكاليف ارتفاع ايه؟ بعض تكاليف المعيشة. طيب ارتفاع معدلات التلوث. بعض الحاجات او لما اجي اطور في المدن بيحصل بعض التلوث او بيحصل لي تلوث للبيئة. زي مثلا هعمل مصانع مثلا عشان ايه؟ اوفر منتجات جديدة. المصانع دي هتطلع أدخنة، والأدخنة دي بتلوث لي البيئة. خلاص. طيب اللي بسبب التلوث. المايك يقفله بعد إذنكم. بيقول لي لذلك فإن تحقيق التوازن بين مزايا إيه التطوير مس؟ وتحدياته يعد أمرا ضروريا. على فكرة ما بيسمعش الكلام، ماشي؟ اللي ما بيسمعش الكلام و... و... وبيفضل يعمل حاجات أنا ما بحبهاش، أنا بحفظ اسمه. ومرة على مرة هتلاقيه ما بيحضرش الحصص، يقعد يكتب، يقعد يتكلم. أنا ما بحبش الحاجات دي. يبقى انت هنا عندك ايجابيات لتطوير المدن وعندك سلبيات، ازاي اوازن بينهم؟ قال لي فإن تحقيق التوازن بين مزايا التطوير وتحدياته امر ضروري، لازم نوازن بينهم. ليه لازم نوازن بينهم؟ علشان يبقى في ايه؟ جودة حياة، يعني عشان اعيش كويس. عشان اعيش كويس لازم اوازن بين الاثار الايجابية والاثار السلبية للحاجات دي. اوازن بينهم يعني ما استخدمش او ما اعملش بالايجابيات بس او السلبيات بس، فاهمني؟ دي كده اوازن بينهم. طيب لو قال لي بما تفسر، ليه من الضروري ان انا اوازن بينهم؟ علشان اضمن جودة الحياة، عشان نبقى عايشين كويس. خلاص، في حاجة صعبة؟ احنا كده الدرس خلص. فاحنا متعودين ان احنا لازم نحل اسئلة على الدرس. فخلينا نجيب حاجة سريعة عشان وقتنا. نجيب الاختبار. هاتوا صفحة، اللي معاه الكتاب 92، واللي معهوش الكتاب يركز معانا ويبقى يحل الأسئلة اللي على الدرس، عشان محدش يفضل يا مس معيش يا مس معيش الكتاب. عادي، مفيش مشكلة خالص. أنا مش عارفة الزوم ماله النهاردة في ايه، حاجة غريبة.